السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزة تطلعي طاجن مكرونة مفلفل وجميل زي بتاع المطاعم او بتعمل في الافراح عموما. تعالي هنا ببساطة هقولك ازاي هتعمليه، ومن غير فرن ومن غير اي حاجة، بشوية تكات بسيطة كده هيطلع معاكي 100 فل وعشرة. انا ندى احمد، لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. اول حاجة واهم حاجة في طاجن المكرونة، واللي بتكون سر محلات الكشري او طواجن المكرونة، هو الطشة بتاعة التوم. بنخلي التوم ياخد لون جميل معانا زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بيبتدي ياخد لون بنكون احنا عاملين عصير الطماطم في الخلاط بتاعنا، وبنكون حاطين فيه فص من التوم برضو وقرن فلفل من الشطة الحامي. طبعا انا هنا مخرطة نص قرن فلفل صغير من الشطة الحامي. اول ما يبتدي يصفر كده، لو حسيته لونه غمق هنطلع. وحطيت معلقة صغيرة من الشطة، واظن كان واضح قدامكم في اول الفيديو لما حطيتها على التوم اول ما بيبتدي ياخد لون. لو حسينا ان في توم او فلفل خد لون زيادة وطلع على وش الطماطم زي ما هتشوفوا دلوقتي، انا هشتله فورا، لان مع الطماطم وهي بتستوي كده مش بيدينا طعم حلو خالص. وللعلم البهارات دي بقى مش بزود عليها غير ملح وفلفل اسود فقط، وبغطي عليها النار وبسيبها لحد لما تستوي. وهنا في طاسة تانية على النار معايا بصلة مخرطاها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وعليها معلقة سمنة ومعلقتين كبار زيت. طبعا البصلة هنا احنا مش بنحمرها، احنا بس بنخليها تدبل معانا. اول ما تبتدي تدبل بكون انا مقطعة فلفل مكعبات صغيرة برضو، وبنزل عليها بيه وبقلبهم كويس جدا مع بعض. حابة تحط توم براحتك، مش حابة برضو براحتك. انا مش هحط توم هنا لان انا بحط حباية طماطم في الخلاط وبفرمها ناعم، وبحط معاها فص توم. زي ما انتوا شايفين كده هنقلب الفلفل مع البصل، وهننزل بقى باللحمة بتاعتنا والبهارات بتاعتنا، فلفل اسود وملح ومكعب من مرقة اللحمة، بس مش اكتر من كده. ما تكتريش في البهارات وما تعمليش قوي. اصلا غالبيا معظم المطاعم تلاقي اكتر حاجة طاغية هي طعم التوم، بيكون كويس جدا. يعني هو بيكون اكتر حاجة، فما تقعديش بقى تجودي وتنوعي يعني هتبوظيها. خليها واعملي وصفات زي ما انا بقولك كده، وهتطلعي بنتيجة كويسة. وطبعا هنا هحمر قرنين شطة صغيرين كده، هبقى احطهم على وش الاطباق في الاخر. طعمهم بيكون حلو جدا، بيكونوا سبايسي شوية، بيدوا تيست حلو. طبعا هنا المكرونة زي ما انتوا شايفين كده، يعني ايه، انا هسلقها على الكانون وهرجع لكم تاني. هنا المية خلاص كانت هتغلي. طبعا انا بضطر اوريكم اللقطة يعني ايه كل لقطة كده، لان انا المكان مش مهيأ خالص عند الكانون، عشان كده انا مش بودي الكاميرا هناك. يعني المكان مش هعرف اصور فيه. طبعا المكرونة حمرا، مش لو تاخدوا بالكم ان الكاميرا لما بتظبط بيكون ده لون المكرونة، بس لما بتتحرك فايه لونها بيتغير معايا. طبعا انا هنا حطيت المكرونة في الاطباق زي ما انتوا شايفين كده، واحط عليها الصلصة دي انا كنت سايباها من الباقي اللي انا كنت عاملاه. زي ما انتوا شايفين كده هنوزعها على 3 اطباق، وطبعا انا حبيت احطها كده عشان تكون زي اللي احنا بنشتريها بالظبط. اول بقى لما بتاخدي الطبق بتاعك وتقلبيه في بعضه، المكرونه باللحمه بيكون جميل جدا. عاوزه اقولك انت لا حطيت في فرن ولا اي حاجه، بس طعم المكرونه على الكانون بيخليك كأنك انت بالظبط عاملاها في الفرن. بيكون طعمها جميل جدا، وكمان انت سلقتيها. طبعا انت حابة بقى ان انت تعمليها تحطيها كده وتحط عليها الطماطم واللحمة وتدخليها الفرن زي ما معظمنا بيعمل، فعادي. بس الطريقة دي انا بحسها سهلة جدا ومضمونة كمان، والكواليتي بتاع الحاجة الملح وكل حاجة بتكون مظبوطة معايا. انا بحس كده، يعني لو انتوا حابين ان انتوا تعملوها بالطريقة التانية فمفيش مشكلة، بس هي دي الطريقة اللي انا بعتمدها، واظن ان هي كده جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص هنا ظبطتها، هغطيها بالفويل بتاعها واحطها في الاطباق الفلين
عشان تفضل محتفظة بالحرارة بتاعتها. وانا هنا خلاص وصلت لنهاية الفيديو. ده شكل المكرونة بتاعتكم او بتاعتنا عموما. يعني عاوزة اقول لكم تابعوا الخطوات دي بالظبط، وان شاء الله تطلعوا بنتيجة حرفيا هتبهركم. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.